فقد انقطع ذكره من الوجود، انتهى تماما من الوجود. ترامت الأنباء إلى سمع رسول الله، فالنبي نزل عليه وحي السماء جبريل فقال له: يا محمد، أتدري بما رفع الله ذكرك؟ فقال النبي: الله أعلم يا أخي يا جبريل. قال: السلام، يقرئك السلام ويقول لك بأن اسم الله لا يذكر إلا ذكرت معه يا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمة الإيمان والإسلام، هيا بنا كما ابتدأنا بالقرآن نأتي مع مسك الختام القرآن الكريم. لضيق الوقت نعتذر للسادة الدعاة وكل من جاء أيضا من وزارة الأوقاف. الشكر والتقدير لكل من جاء في هذه اللحظات. يتقدم الشيخ عثمان أبو السيد بالشكر والتقدير لكل هذا الجمع الطيب المبارك. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية، وإن كان القارئ الدكتور محمد زيادة وهو يجلس على حصير مع أحبائه، نتذكر هذا المشهد من رسول الله حتى لا نبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب، حتى نأتي إلى ختام، في يوم من الأيام دخل على النبي فوجد النبي نائما على حصير بالية قديمة ممزقة لدرجة أنها أحدثت علامات في جسد رسول الله. فعمر نظر إلى الرسول وقال له: أنت يا خير خلق الله تنام هكذا على التراب، والملوك في بلاد الفرس والروم في إيران يلبسون الذهب وينامون على الحرير، وأنت تنام هكذا على التراب. فقال الحبيب المصطفى: عجبا لك يا ابن الخطاب، أما تعلم بأن لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية، والآخرة خير وأبقى. هيا بنا أمة الإيمان والإسلام مع علم من أعلام التلاوة، ابن من أبناء محافظة الدقهلية. هو نشأ وتربى في بيت القرآن الكريم، فقبل أن يقرأ القرآن ووالده الأسطورة القرآنية والذي دائما يمتعنا بصوته الندي الشجي عبر أسير موجة إذاعة القرآن الكريم، لكن هذا الصوت الندي يمتعنا أيضا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ والمحبب إلى القلوب في محافظة الشرقية وسائر محافظات جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الطنطاوي، والذي نشأ وتربى في المدرسة الطنطاوية. هيا بنا مع مسك الختام وأبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. ظبط يا عم طارق، بس عليك. الساعة تاكل منك حتة يا بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا ابني، اسمع يا
عليك يا شيخ مصطفى. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نورنا نرجونا. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. اشكر الله. عليك طنطاوي. وأن الفضل بيد الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل عليك يا مولانا. صبرك يا مولانا. فتح الله لك. الله يا مدرسة. عليك يا شيخ مصطفى. الله العظيم. عليك يا رب. يا
صدرك ويقويك. نعم يا اسد. امال ايه يا عم؟ الاسد اسد. امال ايه يا عم؟ ما يا حبيبي نشط. مش كمان سجل النغمات دي. الله الحلاوه دي يا مولانا. مره واحده والنبي عشان خاطر الناس دي. مره واحده بس. لئلا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على قول يا حبيبي قول يا اسد. كله بايد ربنا. اوعى تزعل. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. بسم الله شرف لياليك يا شيخ مصطفى. بطل. السلام عليكم. افتح عليك. قول يا جبل قول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بحر فيها 5 6 7 براحتك. بسم الله الرحمن الله يا مدرسة. حيك من العين. بسم الله والله القلوب تتمايل. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب
صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. أمة الإيمان والإسلام، قولوا جميعا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وسلمنا الأمر لله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نحييكم بتحية